قائمه نادي الزمالك. نروح لاحمد وجيه في الاسماعيليه برضو نعرف اجواء النادي الاسماعيلي قبل هذا اللقاء. احمد. تحياتي ليك استاذ احمد وكل طبعا مشاهدي التلفزيون النهارده شايفين يا استاذ احمد جمهور الاسماعيلي بيملى مدرجات النادي الاسماعيلي النهارده في الاسماعيليه بيعزر فريق النادي الاسماعيلي الاستعداد طبعا لمباراه القمه القادمه امام نادي الزمالك. الجمهور النهارده طالب من اللعيبه لا بديل عن الثلاث نقاط. النهارده شايفين الجمهور واقف يعني بيطالب بعوده الجماهير مره ثانيه للملاعب. اتكلمت مع بعض الجماهير يا استاذ احمد قالوا لي احنا ازاي يكون ماتش قمه زي ده بين الاسماعيلي والزمالك وفي اسماعيليه ومش عارفين نتفرج على فرقتنا ومش عارفين نتمتع بالكوره الجميله. الجمهور عندك حوالي قد ايه كده يا احمد؟ لا الجمهور يا استاذ احمد بقول لحضرتك مالي المقصوره الرئيسيه كلها بجنبات النادي الاسماعيلي كمان اليمين والشمال كلهم بيهتفوا النادي الاسماعيلي بيطالبوا بعوده الروح الرياضيه بيطالبوا وبيحفزوا لاعبيهم طبعا بالثلاث نقاط بحصد 3 نقاط في المباراه القادمه. البعض توقع ان الاسماعيلي هيفوز 4-0 ودي طبعا نتيجه كبيره. قالوا احنا مش اقل من بتروجيت والبعض يقول لك نادي الزمالك نادي كبير طبعا مباراه تبقى صعبه علينا. في اللي توقع 2-1 للاسماعيلي. الجماهير طبعا هنا متفائله بفريق الاسماعيلي خاصه ان المباراه السابقه كان الاسماعيلي مش في مستواه. هم قالوا ان الاسماعيلي لما بيكون قليل في المباراه اللي بعدها الاسماعيلي بيفوق باذن الله تكون الصحوه دي على نادي الزمالك. طبعا برضه استاذ احمد عايز اقول ان الجماهير هنا كلها بتطالب طبعا بالكابتن محمد حمص يبقى اساس المباراه القادمه كاساسي. ده طبعا فوجئت ان ده مطلب جماهيري من كل او من بعض الناس اللي انا اتكلمت معاهم في اللقاءات اللي عاملها لقناه النهار عندنا. برضه بيطالبوا بثبات التشكيل وبالتجديد وبيطالبوا باداره الاسماعيلي بالتجديد. تمام ريكاردو حد جنبك احمد عايز في ثواني كده بقى معايا كابتن سعفان الصغير طبعا مدرب حراس المرمى نادي الاسماعيلي هو اكثر واحد هيتكلم عن الفنيات في بالنسبه للجهاز الفني مع حضرتك يا استاذ احمد. كابتن سعفان مساء الخير. استاذ احمد ازيك؟ ازيك يا ابو كباتن اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ واضح ان الجماهير مهتمه جدا اكيد بلقاء القمه امام نادي الزمالك ان شاء الله بعد بكره. ان شاء الله ربنا ان شاء الله فرقتين محترمين ومعاهم جهاز فني محترم. اتمنى ان شاء الله روح رياضيه واتمنى ان شاء الله تطلع يعني المباراه تطلع في جو الاسماعيلي والزمالك اللي متعودين طول عمرنا يا كابتن احمد. اكتر حاجه مخليه الواحد صعبان عليه نفسه ان المباراه في الاسماعيليه عندك جمهور كبير بيحضر التدريبات مش هنتحرم من الجمهور ده في المباراه الرسميه. طبعا بس انا بتمنى ان شاء الله ان لو ربنا وفقنا احنا او الزمالك الدوره الرباعيه تبقى فيها جمهور ويبقى فيها زي ما قال المستشار مرتضى منصور ان اللي عايز يخش يحافظ على نفسه ويحافظ على الناس ويحافظ على الجماهير ويحافظ على المنظومه كلها يخش. اللي مش عايز يخش يعمل اي مشاكل يعملها بره الملاعب يا جماعه. احنا الدوري السنه دي على فكره يا كابتن احمد هايل. جميل فعلا. كل مباراه جامده جدا وكل مباراه صعبه جدا وكله بينافس وكله عامل مباراه هايله. فهو مش ناقص يعني الهدف لما يخش ان الجمهور يهيص بس. اكيد. مين يقول ان بتروجيت يكسب الزمالك 4 ومين يقول ان الاسماعيلي يهزم من طلائع الجيش 3؟ لا هي كوره كده يا كابتن احمد. يعني كوره كده ايه المشكله؟ ما انت ممكن تتغلب ممكن تكسب 6 وممكن تتغلب 6 وممكن تكسب 5 وممكن تتغلب 4. انا بتكلم يا كابتن في ان الفوارق الدوري السنه دي اثبت مع عدم وجود جماهير ان الفرق الجماهيريه بتعاني امام فرق منظمه. النادي الزمالك بيعاني في غياب الجماهير، النادي الاسماعيلي بيعاني في غياب الجماهير، النادي الاهلي بيعاني في غياب الجماهير. كلنا بنعاني من الجماهير بس الفرق اللي اكثر مظلومه من عدم الجماهير الفرق اللي هي الجماهيريه زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري على فكره والاتحاد. يعني كل الفرق اللي تلعب ثانيه مع احترامي ليهم اللي هم الشركات او مثلا سموحه او الجيش او الداخليه كل دول برضه معلش او انتاج الحربي كل دول متعودين بيلعبوا من غير جماهير. انما احنا محتاجين جمهورنا بالذات الانديه. اوكي. على فكره الفرق اللي هي جماهيريه هي اللي مضطره اكثر على فكره وهي اللي مستواها اكيد شويه فوق وشويه تحت خد بالك. اكيد. كابتن عايز اعرف منك كواليس الفريق يعني عايز اعرف مستعدين ازاي لمباراه الزمالك؟ هل هناك عناصر جديده هتخش مباراه الزمالك بدلا من عناصر اخرى في مباراه طلائع الجيش؟ لا هو التشكيل هو التشكيل ان شاء الله ومفيش اي حدث. كل اللعيبه اللي لعبت الماتش اللي فات هم اللي موجودين. مفيش حد اصابات مفيش حد موقوف. هو التشكيل ان شاء الله وبتمنى ان شاء الله ان المباراه تطلع يعني في روح رياضيه لان معروف كمان ان مباراه الاسماعيلي والزمالك تبقى ليها شكل ثاني بالذات عند جمهور الزمالك وجمهور الاسماعيلي. يعني مفيش اي غيابات عن صفوف النادي الاسماعيلي؟ لا خالص. محمد صبحي انت دافعت عنه بعد مباراه الجيش هيلعب مباراه الزمالك؟
والله بص يا كابتن احمد، كابتن صبحي حارس مرمى كبير وشال النادي ولسه شايل النادي. مفيش مشكله مع حد. جوان اللي في اوروبا وجوان العالم بتغلط يا كابتن احمد. تمام. احنا هنا في مصر بس ايه، لو في صبحي ده عمل ماتش كويس اللي فات، صبحي ده فوق الكتاف. لو صبحي غلط، صبحي تحت الارض. طب ليه؟ كل واحد بيبقى ليه يوم باد لك، يوم بيبقى سعيد عنده، يوم بيبقى حلو، يوم بيبقى وحش. فان شاء الله صبحي هيبدا الماتش الجاي ان شاء الله ومعاه عواد. اكيد. بشكرك كابتن سعفان الصغير على هذه المداخله التليفونيه، وبقول كل التوفيق لنادي الاسماعيلي ونادي الزمالك في تقديم مباراه كبيره ان شاء الله بعد بكره ان شاء الله في استاد الاسماعيليه. على الجانب الاخر ازمه كبيره جدا بالامس طبعا بعد